هو انت كل ما تحتاج تتكلم هتحتاج تفكر في الجملة قبل ما تقولها. يعني انت دلوقتي عاوز تقول انا حابب اكل، هتقعد بقى تقول انا احب ان اكل، ولازم احط الفعل بعد كده الفاعل، احب فعل بعد كده يجي بعديه فعل كمان، فالموضوع رخم. طب انت حابب تتكلم في الماضي فهتجيب بقى كلمة دالة بعد كده، لا 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 ده الموضوع كبير. الطريقة التقليدية اللي هي بتاعت انت عندك شوية كلمات وعندك شوية قواعد بتستخدمه عشان تبدأ تتكلم، انت مش تقدر تتكلم. علشان كده احنا جايبين لك جمل جاهزة 2500 جملة حياتية، كتاب جميل جدا عبارة عن مواقف وجمل ومحادثات بتخليك يبقى عندك حصيلة كلمات عشان تتكلم بشكل تلقائي، يبقى عندك خزنة فيها جمل وفيها مواقف بين شخصيات كتير علشان تقدر تتكلم زيهم بدون كسوف او رهبة. علشان كده تقدر تاخد كتاب حريف فرنساوي لأي مكان في الوطن العربي وتبدأ رحلتك انك تتكلم فرنساوي من غير اي توتر ومن غير اي تشتت.